حتى بص الحركة دي بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي. شركة نوكتوا أخيرا أعلنوا عن كولر جديد يعتبر الأقوى في كل منتجاتهم، لا ده الأقوى في العالم كمان. عايز أقولك إحنا مستنيين الخبر ده بقالنا 10 سنين ويمكن أكتر. الدنيا طبعا اتقلبت وكله مستني يشوف الوحش الجديد ده عامل إزاي، إيه الأخبار، أداؤه إيه، سعره إيه، شكله إيه، وكل الأسئلة دي. أصل عايز أقولك نوكتوا دونا عن كل شركات المبردات بيبقى ليها معزة خاصة كده جوه قلب الكل، عرب أو أجانب، يعني الناس بيعملوها معاملة في حتة تانية، وهي بصراحة تستحق. الوقت هو الربع الثاني من سنة 2024. الحدث هو ظهور موديل دي 15 جين 2، أحدث وأقوى منتجات شركة نوكتوا. دي بقى يا معلم أول صدمة. بص هي مش صدمة بالمعنى يعني، بس أنا شخصيا شايفها صدمة، لان احنا كنا مستنيين اصداره جديده كليا مش مجرد تعديل في موديل قديم. هرد لك على اكتر اسئله هتلاقيها جايه في بالك دلوقتي، وهقول لك كلام خطير جدا مفيش اي مراجع هيقوله لك. اول سؤال، هل الكولر ده قوي؟ الكولر قوي ويعتبر من اقوى المبردات في العالم. تاني سؤال، هل يغنيني عن مبرد ماء احترافي؟ وركز في كلمة احترافي، لا ما يغنيكش، المبردات المائية ما زالت هي الافضل. هل الكولر ده قدم فرق كبير اللي نستناه طول السنين دي؟ للأسف لا، ما قدمش الفرق اللي يستاهل تستناه اكتر من 10 سنين. هل سعره حلو؟ لا سعره مش حلو. هل ينفع اركبه على اي كيسة متوسطة؟ لا للأسف، الكولر حجمه كبير جدا، هيحتاج عمق كبير جوه الكيسة، وكمان العرض بتاعه كبير فمش هينفع له اي كيسة. خدت الصدمة بقى. هل شكله الجمالي حلو؟ بص هو الذوق ده شيء نسبي بيختلف من شخص للتاني، يعني لو لاختلاف الاذواق لبرت السلعة، بس لو بتسألني عن رأيي انا فرأيي الشهابي المتواضع انه اقل من المتوسط. اوعى تفتكر انك عرفت كل حاجة كده وشاطر ومش هتكمل الحلقة. عايز اقولك لا، ده الصدمات الاكتر لسه جايه جوه الحلقه. انا قلت بس اخطفك كده في الاول عشان ترفرش معايا. اللي جاي ممكن يخليك اصلا تتجاهل كل اللي قلته وتشتري الكولر علشانه، فركز قوي في الحلقه دي وكوبايه الشاي بتاعتك ومخمخ معاك. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، ولو عايز مراجعه لاي قطعه هاردوير او شرح لاي معلومه تقنيه اكتب لي على طول. هيا بنا في رحله شهابيه جديده. عملية التبريد الهوائي بشكل عام هي مش تبريد أصلا بالمعنى الحرفي، بدون الدخول في تفاصيل معقدة، لكنها باختصار عملية تشتيت للحرارة، ومن هنا جه اسم المشتت. احنا بناخد الحرارة ونوزعها على أنابيب وقطع ألمونيوم ونحاس وحاجات كتيرة كده، لغاية لما الحرارة تبقى مش فاهمة تروح فين، وبالتالي كثافتها هتقل وسط كل الدوشة دي. هوبا المراوح تستلمها وتعمل شفط وتهوية، وبالتالي أنا وزعت كثافة وضغط الحرارة وشديته من المعالج لجسم الكولر نفسه، واستفردت بيه مع الأنابيب والمراوح وكل الحاجات دي. عشان كده سؤال انهي كولر احسن، المائي ولا الهوائي، الاجابه بتاعته ان مفيش افضليه مطلقه لاي نوع تبريد فيهم. الافضليه بتبقى معتمده على جوده المراوح وسرعتها، وعلى انابيب النحاس والقطع الالومنيوم في المشتت نفسه. باختصار ان العناصر المكونه للكولر جودتها تبقى عاليه، بالاضافه طبعا لنوع المعجون الحراري لانه بيشكل حلقه وصل مهمه جدا بين الكولر والمعالج نفسه. الكولر موديل NH D15 جين 2، الإصدار الجديدة من العملاق القديم D15. التغليف الخاص بالمنتج هو المعتاد لشركة نوكتوا، مع تغييرات بسيطة في الشكل الخارجي للكرتونة. في رأيي الشخصي نوكتوا تعتبر أفضل باكجينج شفته في حياتي من شركة هاردوير، بصراحة بيدوا كل حاجة حقها بزيادة. زي عادة نوكتوا بنلاقي علبة صغيرة جواها المتعلقات كلها، وعلبة تانية فيها الكولر والمراوح. عندنا دعم كامل لكل السوكتس اللي ظاهرة على الشاشة. وعشان اقولك اكتر حاجات هتفيدك، الكولر هيشتغل معاك في انتل من اول الجيل الثامن لغاية ال14، وفي AMD شغال على رايزن AM4 و AM5. صعب تلاقي سوكت الكولر ده مش بيدعمه، ودي نقطة تفوق كبيرة. جسم المشتت نفسه من الألمنيوم عالي الجودة، بيجي باللون الفضي، بيتكون من برجين للتشتيت، ومن تحت كده فيهم كيرف صغير عشان الرام كليرنس. عندنا 8 أنابيب نحاس للتبريد في كل طور، وده رقم أول مرة نشوفه تقريبا في مبرد هوائي. قاعدة البلوك نفسها زي عادة نوكتوا معمولة من مواد ناعمة جدا بحيث ما يحصلش أي التصاق للمعالج في جسم المشتت. الكولر بيجي بمروحتين بالموديل الظاهر على الشاشة، حجم المروحة 140 مللي ومعدل الدوران 1525 لفة، وشغالة بنظام BWM. النويز 24.8 dB، يعني تقريبا مفيش إزعاج خالص. المراوح بتيجي باللون البيج اللي هو التقليدي الخاص بنوكتوا. في الاربع اجناب بنلاقي الانتي فايبريت بادز اللي هي السندات الجلد دي لمنع الاهتزاز او الضوضاء، ونوكتوا بتوفر لك اطقم جلد بالوان مختلفه بحيث تعدل في شكل الكولر ويبقى معاك باكتر من لون.
ابعاد الكولر 168 في 150 في 152 ووزنه 1525 جرام تقريبا. بيجي مع الكولر كابل كده كونكتور زي مشترك بيجمع الكابلين بتوع المروحتين في كابل واحد، بحيث يوفر لك اماكن على البوردة وتستخدم مكان واحد بس لكابل المروحة. معانا انبوبة ثيرمال بيست من نوع NT-H2 بحجم 3 جرام تقريبا، هتكفيك اكتر من مرة، وده معجون غني عن التعريف وممتاز، واول مرة نوكتوا هتحط الاصدارة دي مع مبرد، فدي اضافة مميزة طبعا في الجيل ده. المفك الشقي اللي بيجي مع اغلب مبردات نوكتوا، بس المرة دي مفك نجمة مش الصليبة العادي، لان المسامير كلها نجمة. بيجي مع المتعلقات ووشرز للتركيب زائد قطعة إضافية لمعالجات ال AM5 من AMD. كل دي إضافات بتساعد في التركيب وبتقدم لك أفضل أداء. معانا ضمان من نوكتوا لمدة 6 سنين، وده من أطول فترات الضمان للمبردات الهوائية. سعر الكولر العالمي $150، يعني حوالي 7800 جنيه مصري تقريبا، ومتوقع تغير في الأسعار حسب ظروف العملة في كل بلد. التركيب سهل جدا، مش هتحتاج تبص في الكتالوج اصلا. معانا براكتس ومسامير لكل المنصات المدعومه، والقاعده الاساسيه من المميزات بتاعت نوكتوا انها بتعملها لك حديد كمان. والبيز ده بشكل عام تقدر تستخدمه على اكتر من كولر لنوكتوا. انا عندي حوالي 3 كولرات ركبتهم كلهم على نفس البراكت بدون مشاكل، ودي من التركات البسيطه لكنها مميزه جدا في مبردات نوكتوا. جهاز التجربه والاختبار بالمواصفات الظاهره على الشاشه. زي ما انتم شايفين عملنا اختبارات ببرامج زي السينابنش اصدارات 23 و 24، كمان عملنا اختبارات ببرنامج انتل الرسمي اللي هو اكستريم، بالاضافه للاختبارات الاساسيه زي الجيمنج والانكودنج باكتر من برنامج. ودي مجموعه مقارنات مع كولرات موازيه من شركات تانية. الرام كليرنس موجودة لأغلب الرامات، عندنا تجويف في جسم المشتت زي ما وضحنا، مراعي الموضوع ده جدا. الكولر مرتفع شويتين 3 4 5، فلو كيستك شعبي أو صغيرة ممكن يخبط في الباب الإزاز، فخلي بالك واحسب أبعاد كيستك كويس جدا. الأوحش بقى من الارتفاع هو إن الكولر بيضايق كارت الشاشة جدا وبيحك فيه تقريبا، حتى لو في فرق بيبقى بسيط قوي وبيعمل سخونة لكارت الشاشة. اضطريت أعمل الكارت فيرتيكال وابعده خالص، وصورت أصلا وأنا شايل الكارت نهائيا. لو معاك معالجات زي i5 13600K ورايزن 7 700X وما يوازيهم، هتشتغل على البيز او تربو مصنعي بسيط لغايه 4 جيجا، فاطمن على الاخر الكولر هيسد وزياده. اما لو شارك الكولر ده عشان ال 13700K ولا 14700K او حتى i9 من الجيلين وما يوازيهم من الرايزن، انصحك يا معلم ما تعديش ال 280 واط في اسوأ الظروف مع 5 جيجا هرتز ماكسيموم، بعد كده هتزعل. ومفيش كولر هوائي في رأيي هيقدم فرق يذكر قدام خلاص. ممكن دي تكون شهادة وفاة الكولرات الهوائية إكلينيكيا، لأن نوكتوا ما أثرتش بعيدا عن التعليقات زي التصميم والشكل والحجم والكلام ده، بس كحاجة تقنية كمراوح كأنابيب تبريد ككل ده الشركة بصراحة ما أثرتش وبتقدم لك كولر جبار. فباختصار لو بتدور على كولر هوائي يعتبر الأفضل في العالم تقريبا، مراوح وكواليتي تصنيع بريميوم ودعم أجيال كتير ومش هتضطر تغيره قريب، فالنوكتوا D15 جين 2 هو الاختيار الأقوى بغض النظر عن أي شكليات تانية، لكنه الأقوى بدون منافس.